هو في حاجه 12 جنيه شويه اغبياء. قلت لك قبل كده ان ابلكيشن اندرايفر ده حقير وهيفضل طول عمره حقير، بس انت ما بتسمعش الكلام وما بتصدقش. يعني ايه تكون ارباحي في الرحله في القاهره في رحله 11 كيلو ونص عامله 10 جنيه 56 قرش؟ كابتن بعت لي بيقول لي ان رحله عملها راح للعميله، هو راجل كبير فبرضك ايه مش مدقق قوي في الاسعار والكلام ده، فخد رحله على اندرايفر فقال لي انا شفتها كانت عامله حوالي 11 كيلو لقيتها عامله 120 جنيه. قلت كويس والاسعار كويسه، كان الصبح بدري والراجل بيقول لي وصلت العميله لقيتها مطلعه لي 12 جنيه فك، 10 جنيه و2 جنيه فضيه. بيقول لها هو ايه ده؟ انت عندك خصم ولا في فلوس في المحفظه؟ اندرايفر ما فيهوش الكلام ده. قلت له لا هو ده سعر الرحله. قال لي بدات ادقق بقى واشوف الدنيا فيها ايه، لا فعلا ان سعر الرحله 12 جنيه. الراجل بكل تلقائيه وزي اي حد راح داخل على الدعم وراح باعت للدعم الحقوني يا جدعان ازاي رحله ب 12 جنيه والرحله عامله 11 كيلو ونص. العجيب في الموضوع فين؟ او الشركه احنا عارفينها من زمان ان هي شركه نصابه بتاكل فلوس الناس، نقول مش مشكله الناس اللي شغالين في الشركه وبياكلوا حرام على الشركه ومش مشكله. ازاي ترد الرد ده؟ يعني بتاع الدعم ده المفروض اول حاجه يترفد، تاني حاجه يروح ياخد جلسات كهرباء، تالت حاجه المفروض يتعمل له جلسات تاهيل نفسي برجاء مراجعه المسافه والرحله قبل قبول اي طلب وتجاهل اي عرض غير مرضي. بص على الرحله وبص على المسافه قبل ما تقبل الرحله، عشان احنا مش مسؤولين عشان العرض لو مش مرضي او الفلوس قليله مش بتاعتنا. تحب اساعد حضرتك في اي استفسار اخر؟ هو انتوا ساعدتوا يعني في الاستفسار الاولاني عشان تساعدوا في الاستفسار الثاني؟ انا مش فاهم يعني انت ازاي قدرت تكتب الرد ده، او الرد ده لو مسجل عندك ما ينفعش تبعته. انا مش عارف ايه التخلف والغباء يعني قمه الزباله اللي في الدنيا. ادي اندرايفر اللي بتساعد العميل على انه يشتغل على الثغره ويحط اقل سعر ويخرب الدنيا، وفي الاخر الكابتن لما يشتكي يقول له مش مسؤوليتنا، انت ليه قبلت ب 12 جنيه؟ هو في حاجه 12 جنيه يا شويه اغبياء، يا شويه ناس ما عندهاش لا ضمير ولا ذمه ولا حاجه خالص، حاجه قله ادب. شركه اقسم بالله انا كل ما اتكلم عنها بتنرفز. انا مش عارف، انا حتى كنت في الاول بشرب شاي عشان ايه الدنيا تهدى معايا شويه، بس انا مش فاهم. حد بالله عليكم لو حد فاهم الزباله بتاعت اندرايفر دي يبعت لي يقول لي في كومنت.